السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. هنعمل النهارده صينيه بطاطس حلوه كده كبيره بالفراخ. هنعملها مختلفه شويه عن صينيه البطاطس اللي بعملها عاده معاكم. هعملها بحاجتين بس، البصل والبطاطس مش اكتر. بس الطريقه دي مختلفه شويه واطعم وطعمها باين كده وظاهر. انا عاده ما بحبش احط لصينيه البطاطس بالذات سواء دي او غيرها طماطم نهائي، ما بحبش احط لها طماطم كتير. هو لو احطها بحط طماطمتين، ولو ما بحطش خالص، ولا بقى بضرب لها طماطم ولا بحط لها شفشق طماطم ولا الكلام ده نهائي. انا ما بحبش اساسا صينيه البطاطس تكون محمره كده، فاهمني؟ بس قطعت هنا، كان عندي كيلو من البصل قطعته شرايح، ويا ريت يكون رفيع عشان ما يبانش ويبقى ظاهر لو قدمتيه لحد. وعندي برضو كيلو من البطاطس هقطعه وقشرته برضو، غسلته وسبته كده في الميه جنبي. قطعته بقى ويدجز كده او ويدجز، زي اللي هي بتبقى محمره وبتتباع في المطاعم. بس انا حبيت اعملها المره دي بطريقه مختلفه، ما حبيتش اعملها شرايح اللي هي المدوره دي، حبيت اعملها كده يعني اختلاف شويه. والصراحه طلعت حلوه جدا وشكلها حلو جدا، وغير ان هي كانت واخده يعني قرمشه كده من فوق، فكانت يعني مساعده على شكلها ان هي تبقى حلوه، يعني شكلها مساعد على ان هي تبقى طعمها حلو برضو، فاهمني؟ بس كده انا قطعت البطاطس وقطعت البصل. في نفس برضو الصينيه هعمل التتبيله بتاعه الفراخ وتتبيله الصينيه دي. بص بقى هنا معايا، ركزي. عندي معلقه من الملح، ومعلقه من الكزبره، معلقه من البابريكيا، معلقه من الكركم، معلقه من الكاري. كل ده ما حطيتش كل البهارات ما عدا الثوم البودر والبصل البودر، وحطيت 7 بهارات، وحطيت البابريكا زي ما بوريكي، ورشه بقى حلوه كده من الزعتر المجفف او الزعتر الاخضر المتوفر عندك، ورشه برضو من الفلفل الاسود. تمام. وهحط مكعب واحد من مرقه الدجاج، بس كده مش اكتر. بس دي المكونات بتاعتي. عندك زبده فرن يا ريت، عندك زبده بلدي برضو مش مشكله. خدت معلقه من السمنه البلدي او الزبده البلدي على الخلطة دي، وهفضل ادعكها كده بالتوابل والبهارات كلها. بجد التتبيلة دي خطيرة وبتخلي ريحة الصينية دي في حتة تانية. وحطيت برضو معلقتين من الزيت مع السمنة عشان تساعدهم كده في التقليب، وهفضل اقلب. حباها سبايسي ممكن تحطي صوص اللي هو الكاتشب الحار، او ممكن تحطي شطة بودرة. هبدأ بقى اقلب كده كويس فيها حلوة قوي لحد ما كله يتجانس مع بعض. وهاخد معلقتين كده على جنب في طبق كده خارجي لتتبيلة الفراخ لوحدها، وبرضو احط منهم على وش الفراخ زي ما احنا عارفين. واللي هيتبقى في الصينيه هدعك بيهم البصل ده كويس جدا جدا لحد ما البصل يدبل معايا تماما. وهقلب فيهم برضو البطاطس، بس الاول انك تقلبي البصل بيهم بس، لان البصل بيدعك كده، بيدي نفس حلو قوي في الاكل، زي اكنك بالظبط عامله كاميرا. تمام. بس كده مش اكتر. كده صينيه البطاطس خلصت معانا، مش هنضيف عليها اي حاجه تاني، ولا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه. بهاراتك بقى اللي انت حباها ضيفيها، عايزه تضيفي بهارات غير اللي انا ضفتها تمام. كل واحد بيبقى ليه التيست بتاعه وذوقه في البهارات بتاعته بالذات. وفي ناس ما بتحبش البهارات الكتير، بتستكفي بالملح والفلفل بس مش اكتر. وحطيت برضو هنا فصين من الثوم على كل التتبيله دي وقلبتهم. حابه تحطي معلقه عسل ابيض حطي، هتديكي برضو طعم حلو جدا. حابه تحطي دبس رمان حطي. وهنا بقى العظمه اللي انا حذفتها دي، عود القرفه، وما ادراك ما عود القرفه في صينيه البطاطس. بجد بجد هو ده السر الوحيد في اللي بيخلي صينيه البطاطس تبقى في حته تانية. ولا هقولك بقى ورق لورا ولا حبهان ولا مستكه ولا الكلام ده خالص. ورق سجاره او العود القرفه ده بيخلي طعم الصينيه وريحه صينيه البطاطس بجد في حته تانية. هنا بقى معايا فرختين غسلاهم كويس ونقعتهم في المحلول اللي انا بقى انقعه فيه الملح والخل والليمون وشرايح الليمون. وبعد كده بعد ما غسلتهم كويس جدا وصفيتهم بقى من ميه تماما، حطيت عليهم معلقتين من التتبيله ورشه زياده من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشتين برضو من الزيت كده، وبدات ادلكهم كويس جدا جدا في التتبيله دي، نفس التتبيله اللي انا حطيت منها على بطاطس والبصل. وهبدا بقى ارص الفراخ براحتي جدا في الصينيه اللي انا عايزه ارص فيها. تمام. اهم حاجه انك تكوني مصفيه الفراخ كويس جدا، وتعصري برضو في الخلطة دي عصرة ليمونة على الفراخ كده دايركت، بتخلي التتبيلة تدخل كويس جدا في لحمة الفراخ وتتغلغل كده. الليمون بيخلي التتبيلة تدخل بسرعة في اللحمة وفي الفراخ.
تمام. هنا كنت خلاص رصيتها كويس جدا، وفي الوقت ده كان الفرن شغال درجة حرارة عالية فوق وتحت. ولما بدخلها بعديها ب10 دقايق بخليها على درجة حرارة متوسطة. هنا بقى معلقة التتبيلة اللي كانت باقية معايا مسحت كده على وش الفراخ، وما تقلقيش هتحمر جدا من الوش، بس انت سيبيها وغطيها. طبعا انا جبت بقى في الوقت ده ورق زبدة، ما كانش عندي الصراحة ورق فويل، فاستكفيت بورق الزبدة وعملت حركة حلوة قوي قوي هتغنيكي عن ورق الفويل لو مش عندك زي حالاتي كده. جبت بقى ورق الزبدة كده عكس كاس علشان اتأكد ان الفراخ مكتومة حلو وبرده تستوي، ومش عايزاها تاخد وش قبل ما تستوي، يعني عايزاها تستوي كويس بعد كده تاخد الوش بتاعها. اول حاجه هتحطي كوبايه من الميه المغليه كده، وبعد كده هتغطي بالفويل بالورق الزبده قصدي. ولو عندك صينيه اصغر من المقاس اللي انت عامله فيها، يعني انت عامله مثلا في صينيه مثلا يعني رقم 30، يبقى هتجيبي صينيه رقم مثلا 28 هتغطي بيها زي اللي انا عملت دلوقتي كده. احسن واضمن بكتير من الورق الفويل، وكتمالك الحله او الصينيه كتمه محترمه. تمام. وادخلها بنفس الطريقه دي كده. طبعا هتقص الورق الزياده عشان ما يولعش في الفرن، وهتدخلي الصينيه دي بقى كده في الفرن وهتسيبيها بقى كده مع نفسها، وفي بعد نص ساعه ولا حاجه هتهدي عليها. هجيب بقى ورق الجلاش. انا حبيت اعمل جلاش معاكم، هعمله بطريقه حلوه، هعمله رولات كده، مش حابه اعمله طبقات على بعض، يعني حابه اعمل حاجه مختلفه شويه. كل شويه بنعمله رولات، يعني قصدي طبقات على بعض. ولسه برضو كنت عامله معاكم رقات برضو على بعض. هتجيبي لفه الجلاش عندك وهتاخدي بس منها ورقتين، وهتدهني عليهم دهنه السمنه بالزيت او سمنه بس براحتك انتي، وهتبداي يعني كل ورقتين بس. والحشوه بقى اللي تحبيه، حابه تحطي ميكس جبن، حابه تحطي لحوم، حابه تحطي فراخ متقطعه صغيره، لحوم او جبن بخضار، يعني الحاجه اللي انت تحبيها. انا هنا كان عندي عصاق في الفريزر ضفت عليه جبنه موتزاريلا، وبدات ان انا احط كده بكميه كويسه، وبدات الف الرولات واحطهم في الصينيه. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. في 5 دقايق هتكوني مخلصه الصينيه دي. وطبعا كلنا عارفين ان الجلاش ما بيغيبش في السوى، بيستوي بسرعه جدا جدا، ممكن في ربع ساعه او تلت ساعه كمان تلاقيه استوى في الفرن، يعني بيقعد يعني وقت بسيط جدا. ممكن لو انتي مش عارفه تعملي ايه تعمليه في وقت قصير جدا. وزي ما قلت لك الحشوه اللي انت تحبيها، ممكن تعملي بطاطس متقطعه صغيره بالبسله والجزر وتحطي عليها حته لحمه صغيره، ممكن تعملي بالجبن والبقدونس وكزبره، تعملي بالفراخ او تعملي باللحمه برده والجبن، يعني الجلاش ده ما بيقولش لا. تمام. هجيب بقى هنا كوبايه من الحليب، مج من الحليب، واحط عليه بيضايه ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلبهم كويس جدا جدا جدا، واقطع الجلاش ده، وبعد كده اصب الخليط ده على الجلاش. تمام. التقطيع بقى اللي انت تحبيه، عايزاه نصين بس، عايزاه 3، حسب الحجم اللي انت عايزاه، تقطع معاكي بسهوله جدا جدا. بس ما تنسوش قبل ما ترصوا الجلاش ده في الصينيه تكونوا رشين رشه زيت او رشه سمنه بلدي او رشه سمنه، اي حاجه عندك ماده دهنيه يعني. تمام. بعد كده حطيت اهو اللبن او خليط البيض اللي انا عملته، وادخله في التوستر على درجه حراره برده 200، ويدوبك كده 5 دقايق، وهعمله على درجه حراره 150، وهطفي الشوايه واخلي تحت اللي شغال بس. وقبل ما اخرجه بدقيقتين هشغل الشوايه بس. هنا كانت الفراخ بصوا خدت بقى نص سوا، طلعتها وشلت ورق الفويل من عليها وورق الزبده او الصينيه والورق الزبده، وحطيتها تاني تاخد بقى وش. وهنا الرز كان استوى خلاص معايا، كنت عامله رز كبسه او رز اصفر، رز طريقته سهله جدا بعمله على طول معاكم. وكان الجلاش برده خد الوش المظبوط اللي انا كنت عايزاه. بصوا ما شاء الله. هتسيبيه في الاول على درجه حراره متوسطه فوق وتحت، وبعد كده تطفي فوق، وقبل ما تخرجيه بدقيقتين هتشغلي فوق بس. بصي بقى هنا الفراخ لونها تحفه ازاي، مع انها ما كانتش محمره قوي قبل ما تدخل الفرن ولا عليها تتبيله كافيه، بس انتي هتسويها كويس وهي متغطيه، وبعد كده هتشيلي من عليها الغطا اللي انتي مغطياه بيها وتشغلي الشوايه بس. وادي الرز خلص، وعملت سلطه، وعملت اهو قدامكم الخشاف، وكنت عامله سمبوسه برضو محمره او مقليه برضو كانت بالجبن اللي انا عملتها معاكم قبل كده. وهنا كان خلاص فطارنا خلص، والف هنا وشفا. حابه بقى تعملي عصاير، تعملي حلويات، تعملي بقى اي حاجه براحتك فيها او نفسك فيها تعمليها. هنا كنت خلصت الحمد لله فطاري،
وهنا كنت خلاص يعتبر هبرص السفرة بتاعتي او الصينية بتاعتي. ما شاء الله الفراخ واخدة لون حلو جدا، ومش عايزة اقول لكم عارف ريحتها كانت عاملة ازاي، والرز الاصفر الجميل وطبق السلطة والجلاش والسمبوسة، وتزينهم كده جرنشيهم كده بشوية خضرة، هيبقى شكلهم في منتهى الجمال. وحطيت مخلل من بتاعي اللي انا برضو عاملاه في البيت. اهم حاجة ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا فيديو ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.